بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الاستغفار مش مجرد كلمة بنقولها وخلاص، ده عادة جميلة لو دخلت حياتك هتلاقي نفسك بقيتي أهدى من الأول. كتير مننا لما بيقع في مشكلة أول حاجة يعملها إنه يشتكي أو يقلق أو يفكر كتير، لكن قليل اللي يفتكر يستغفر، مع إن الاستغفار بيخلي القلب يحس براحة غريبة وكأنك شايل حمل تقيل وفجأة بدأ يخف. في ناس فاكرة إن الاستغفار بيكون بس لما نعمل ذنب كبير، لكن الحقيقة إن الإنسان كل يوم بيغلط حتى لو من غير قصد. ممكن يكون ضيع وقت أو اتكلم بعصبية أو زعل حد أو حتى أثر في حق نفسه. علشان كده الاستغفار لازم يكون جزء من يومنا، مش حاجة بنفتكرها وقت الأزمات بس. ومن أجمل فوائد الاستغفار إنه بيخليك دايما حاسس بالأمل مهما حصل، ومهما كانت الظروف صعبة تفضل عندك ثقة إن بكرة أحسن، وإن ربنا كريم ورحمته واسعة. الإحساس ده لوحده يفرق جدا في نفسية أي إنسان، وكمان مع الوقت هتلاحظ إنك بقيت أهدى. المواقف اللي كانت بتعصبك بسرعة هتلاقيك بتتعامل معاها براحة أكتر، مش لأن المشاكل اختفت، لكن لأن قلبك بقى مطمن أكتر. وفي ناس كتير بتحكي إنها لما التزمت بالاستغفار بقت منظمة أكتر وعندها طاقة تعمل اللي عليها، لأن القلق والتوتر بيستهلكوا طاقة كبيرة. ولما القلب يرتاح الإنسان يقدر يركز ويشتغل وينجز. الاستغفار كمان بيعلمك التواضع، يخليك دايما فاكر إنك محتاج ترجع لربنا ومحتاج تصلح نفسك كل يوم. بدل ما الواحد يشوف عيوب الناس يبدأ يبص على نفسه ويحاول يكون أحسن. ومش لازم تستنى وقت معين علشان تستغفر، وانت بتطبخي وانت بتنضفي وانت ماشية في الشارع أو قبل النوم أو أول ما تصحي. خلي لسانك متعود على الاستغفار، ومع الوقت هتلاقيه بيطلع لوحده من غير ما تحسي. وأهم حاجة ما تستعجليش النتيجة. ناس كتير بتبدأ تستغفر يومين أو 3 وبعدها تقول أنا ما شفتش حاجة اتغيرت، لكن أي حاجة حلوة في الدنيا محتاجة صبر واستمرار. خلي الاستغفار عادة يومية حتى لو 5 دقايق، وهتفرق مع الوقت في هدوء قلبك ونظرتك للحياة. الاستغفار كمان بيخليك تبص للحياة بطريقة مختلفة، بدل ما تفضل مركز في اللي ناقصك تبدأ تشوف النعم اللي حواليك. ودي حاجة لوحدها بتخلي الإنسان مرتاح، لأن الامتنان بيغير طريقة التفكير. وفي وقت الضيق ناس كتير أول حاجة تعملها إنها تقعد تفكر ليه ده حصل، لكن الإنسان اللي متعود على الاستغفار بيحاول يهدي نفسه ويكمل اللي عليه وما يسيبش القلق يسيطر عليه، وده بيساعده ياخد قرارات أحسن بدل ما يتصرف وهو متوتر. ولو عندك أهداف أو أحلام خلي الاستغفار جزء من رحلتك، وانت بتشتغلي وانت بتذاكري وانت بتربي أولادك أو انت بتسعي لأي حاجة في حياتك، لأنه بيخلي قلبك متعلق بربنا، وفي نفس الوقت بيخليكي تكملي سعيك من غير يأس. وفي ناس تقول أنا كل شوية أرجع أغلط، يبقى استغفاري ملوش فايدة، وده تفكير غلط. المهم إن كل مرة تغلطي ترجعي تاني، وما تسمحيش لليأس يدخل قلبك. كل بداية جديدة ليها قيمة، وكل مرة ترجعي فيها أحسن من إنك تستسلمي. ومن الحاجات الجميلة كمان إن الاستغفار بيقلل الكلام اللي ملوش لازمة، بدل ما اللسان يشتغل في الغيبة أو الشكوى أو الزعل يشتغل في حاجة تنفعه. ومع الوقت هتحس إن كلامك بقى أهدى وأسلوبك بقى ألطف مع اللي حواليك. وجربي تعملي لنفسك ورد بسيط، مش لازم عدد كبير، ابدأي بحاجة تقدري تستمري عليها كل يوم، والأهم يكون بقلب حاضر مش مجرد كلام بيتقال بسرعة. وكمان علمي أولادك الاستغفار بطريقة سهلة، لما يغلطوا أو يزعلوا أو يخافوا أو حتى قبل ما يناموا. لما الطفل يكبر ولسانه متعود على الاستغفار دي هتبقى عادة جميلة تفضل معاه طول عمره. وما تقارنيش نفسك بحد، يمكن واحدة بدأت من سنين وانت لسه بتبدأي. المهم انك تكملي، الطريق بيتبني بخطوة ورا خطوة، والعادات الحلوة بتثبت مع الاستمرار مش بالكترة. في ناس بتقول انا مشغول جدا ومش لاقي وقت استغفر، لكن الحقيقة ان الاستغفار من اسهل العبادات، لانه مش محتاج مكان معين ولا وقت معين. تقدر تستغفر وانت سايق، وانت بتطبخي، وانت بتنضفي، وانت مستني دورك في اي مكان.
يعني مفيش عذر يخليك تحرم نفسك منه. ومن الحاجات اللي بتفرق جدا انك تستغفر وانت حاضر بقلبك حتى لو العدد قليل، لان المقصود مش انك تخلص رقم معين بسرعة، لكن ان قلبك يكون مستشعر معنى اللي بتقوله. دقيقة بتركيز ممكن تكون افضل من وقت طويل وانت مش منتبه. ولو حسيت انك فاتر او ملكش نفس، ما تبطلش، بالعكس استمر حتى لو بكلمات قليلة، لان اي عادة حلوة بيجي عليها وقت الواحد يحس فيه بالفتور، لكن اللي بيكمل هو اللي بيحافظ عليها. وكمان بلاش تربط الاستغفار بالمشاكل بس، يعني ما تستغفرش لما تكون محتاج حاجة وبس، وبعد ما الأزمة تخلص تنساه. خليها عادة في أيام الفرح قبل أيام الحزن، وفي وقت الراحة قبل وقت الضيق. ومن الحاجات الجميلة ان الاستغفار بيخليك تراجع نفسك كل يوم، انا اقدر احسن ايه في نفسي، والطريقة دي بتخلي الانسان يتطور يوم بعد يوم. ولو حسيت ان حياتك فيها ضغط ومسؤوليات كتير، جرب كل ما تحس بالتوتر توقف لحظة وتستغفر بهدوء. ممكن المشكلة ما تتحلش في نفس اللحظة، لكن غالبا هتحس انك اهدى وقادر تفكر بشكل افضل. وخلي بالك الاستمرار اهم من الكترة، ما تبدأش بحماس كبير وبعد يومين توقف. ابدأ بخطوة بسيطة تقدر تحافظ عليها، ولما تتعود زودها براحتك، لأن اللي بيفضل هو اللي بيعمل فرق حقيقي مع الوقت. ومع الأيام هتلاقي الاستغفار بقى جزء من حياتك، ولسانك بيقوله تلقائي، وقلبك متعلق بيه. ودي من أجمل النعم اللي ممكن الإنسان يرزق بيها. تعالي كمان نتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهي ان الاستغفار مش معناه ان حياتك هتبقى من غير اي مشاكل. لا، كل انسان في الدنيا بيعدي بابتلاءات ومواقف صعبة، لكن الفرق ان اللي متعود على الاستغفار بيكون قلبه اقوى، وبيتعامل مع الظروف بهدوء وصبر اكتر. وفي ناس اول ما تتأخر امنية عندهم يقولوا انا واستغفر ومفيش حاجة اتغيرت، لكن احنا ما نعرفش الخير فين ولا امتى الوقت المناسب لأي حاجة. ساعات الانسان بيكون مستعجل، بس الخير ليه وقت يجي فيه. علشان كده ما توقفش استغفارك لمجرد انك مستني نتيجة بسرعة. وكمان ما تخليش الاستغفار مجرد عادة على اللسان. حاول كل فترة تقف مع نفسك وتراجع تصرفاتك، وتشوف ايه اللي محتاج تغيره، لان الاستغفار الحقيقي يشجع الانسان انه يحاول يبقى افضل كل يوم. ولو يومك كله زحمة، اعمل لنفسك محطات صغيرة للاستغفار. اول ما تصحى، بعد ما تخلص شغلك، وانت بتحضري الاكل، وقبل ما تنام، هتتفاجئ انك استغفرتي مرات كتير من غير ما تحسي ان ده حمل عليكي. ومن اجمل الحاجات انك تشجع اللي حواليك على الاستغفار من غير ما تضغط عليهم. لما اولادك او حد من اهلك يشوفك لسانك دايما بيستغفر، غالبا هيتعودوا يقلدوك، لان الافعال بتأثر اكتر من الكلام. ولو نسيت يوم او انشغلت، ما تقولش خلاص انا قصرت ومش هكمل. ارجع في نفس اللحظة وكمل عادي. مفيش حد كامل، لكن اجمل حاجة ان الانسان كل ما يقع يقوم تاني. وخلي دايما عندك يقين ان كل عبادة بتعملها باخلاص ليها اثر طيب في حياتك، حتى لو الاثر ده مش ظاهر قدامك دلوقتي. ساعات التغيير الحقيقي بيبدأ من جوه القلب، وبعدها ينعكس على تصرفاتك وعلى طريقة تفكيرك وعلى حياتك كلها. عارفين ايه كمان من الحاجات الجميلة في الاستغفار؟ انه بيخلي الانسان يحاسب نفسه كل يوم، بدل ما يقضي وقته يدور على اخطاء الناس. يبدأ يسأل نفسه انا النهاردة عملت ايه صح، وايه اللي محتاج اصلحه. والطريقة دي مع الوقت بتخلي الشخصية تنضج، والواحد يبقى اهدى في التعامل مع اللي حواليه. وكمان الاستغفار بيعلمنا ان مفيش انسان كامل، كلنا بنغلط وكلنا بنقصر وكلنا محتاجين نراجع نفسنا. ولما تفهم المعنى ده، هتلاقيك بقيت ارحم بنفسك وارحم بالناس، ومش هتفضل تحكم على اي حد من اول غلطة. وفي ايام كتير ممكن تصحى فيها ومش عندك طاقة تعمل اي حاجة، لكن حتى في الايام دي تقدر تستغفر. مش لازم تكون في احسن حال علشان تبدأ. ابدأ زي ما انت، ومع الوقت هتحس انك بقيت اقرب للهدوء والطمأنينة. ولو حصل بينك وبين حد زعل او خلاف، بدل ما تفضل طول اليوم شايل هم الموقف، حاول تشغل لسانك بالاستغفار، وبعدها فكر بهدوء ازاي تحل المشكلة.
لان الانسان هو هادي بياخد قرارات احسن من وهو منفعل. وكمان بلاش تستقل اي عبادة بسيطة، ساعات حاجات صغيرة بنعملها باستمرار بتكون احب وافضل من حاجات كتيرة وكبيرة بنعملها مرة ونسيبها. علشان كده خليك ثابت حتى لو استغفارك كان بسيط، وممكن تعمل لنفسك تذكير على الموبايل او تربط الاستغفار بحاجة بتعملها كل يوم، مثلا كل ما تشرب كوباية مية او بعد ما تخلصي شغل البيت او قبل ما تنام. بالطريقة دي هيبقى جزء طبيعي من يومك، ومع مرور الايام هتلاقي ان لسانك اتعود على الاستغفار وقلبك كمان بقى يفتكره من غير مجهود. ودي من اجمل العادات اللي الانسان يكتسبها، لانها بتخليه دايما قريب من مراجعة نفسه وبيحاول يبدأ كل يوم بداية احسن من اللي قبله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل ما هو جديد في القناة. وإلى اللقاء إلى فيديو جديد إن شاء الله، مع ألف سلامة.